لو عايز تنجح لازم تحدد اهدافك. من غير الاهداف مش هتبقى مركز، هتلاقي نفسك بتشتغل من غير تركيز. مساء الفل. تحديد الاهداف مش بس حاجه هتساعدك عشان خاطر تتحكم في حياتك، ده كمان هيبقى زي الترمومتر اللي تقدر بيه تقيس ان كنت انت ماشي على الطريق السليم او لا. تحديد الاهداف هيساعدك كمان على انك تحط رؤيه طويله المدى، وهتقدر كمان تحط تاسكس على المدى القصير. الفكره كمان في تحديد الاهداف ان هو هيساعدك على تنظيم وقتك ومجهودك، ويخليك تعرف تتحرك بشكل احسن، وده هيحميك من ان انت تحرق طاقه ومجهود على الفاضي. طيب ازاي هنحدد اهدافنا؟ اول حاجه محتاجين نحط التوب بريورتيز بتاعتنا في حياتنا، والحاجات دي سواء تخص الشغل او تخص الحياه الشخصيه. حاول دايما وانت بتحط اهدافك تحط الحاجات اللي بتعمل لك موتيفيشن، وعشان نتاكد انه موتيفيتنج ليك حاول تسال نفسك ليه الهدف ده مهم. تاني حاجه لازم تكتب الاهداف دي، لازم تبقى مكتوبه وواضحه قدامك. الاهداف اللي بتبقى في الدماغ مش بتتحقق بنسبه كبيره لانها بتتنسي مع الوقت. بعد كده لازم نحط اكشن بلان. مجموعه الاهداف دي لو ما اتحطتش في خطه واضحه وتبقى عارف كل هدف منهم لازم يتعمل امتى وازاي، مش هيبقى هدف، هيبقى مجرد حلم. لكن لما بتكون حاطط خطه ومركز ان انت تحققها، عمر الهدف ده ما هيتنسي. واخيرا خليك مصمم على الهدف ده مهما كانت الظروف اللي حواليك، ومهما تعطلت في الطريق لازم تكمل. وافتكر ان في الاول والاخر ان مجموعه الاهداف ديت كانت مرتبطه بالميشن بتاعتك. تحديد الاهداف هي حاجه اونجوينج، مش مجرد مرحله بنعملها وخلاص. الحياه مراحل، عشان كده بنقول ان انت لما تحقق الهدف بتاعك لازم تبدا تفكر في الهدف اللي بعده، لانك لسه ما خلصتش الرحله. واهم حاجه لازم تكون متاكد ان انت ماشي في نفس الطريق بتاع الميشن ستيتمنت بتاعتك. ونشوفكم الحلقه الجايه.